ازاي ماب في روبلوكس فجأة بقت ترند اللعبة اللي ملايين دخلوا يلعبوها والناس بدأت تسأل مين اللي عملها، ايه قصتها، وليه فجأة كل الناس بتتكلم عنها. في الفيديو ده هحكي لك القصة كاملة من أول ما ظهرت لحد ما بقت من أشهر مابات في روبلوكس. مين اللي عمل ديلز؟ اللعبة دي معمولة من جروب اسمه RCM جيم، واكتر اتنين معروفين اشتغلوا عليهم هما جوسو ميلر وزاميمر مانكي. هما مش ناس مشهورة ولا بيطلعوا لايفات او فيديوهات، بس هما السبب ان الماب دي بقت واحدة من انجح المابات البقاء في روبلو. الناس في الاول كانت فاكرة انها ماب عشوائية، لكن الحقيقة انها معمولة باحتراف. قصة ديدريلز أو القضبان الميتة. اللعبة بتحصل في سنة 1899 في وباء ضرب العالم وبدأ يحول الناس لكائنات غريبة. انت بتكون راكب القطر، والقطر ده هو المكان الوحيد الآمن. كل محطة بتوصلها بتكتشف مدينة جديدة، وفي كل مدينة في خطر وأعداء وتحديات. طب ايه الهدف؟ الهدف انك تفضل عايش وتفهم ايه اللي حصل للعالم. طب ايه اللي يميز الماب فعلا؟ اللي يميز الماب فعلا ان الخريطة مش صغيرة، دي ضخمة جدا وفيها اماكن كتير زي زومبي تاون، تاون اوف ستيرلينج، او تلاوز تاون. بس اللي يخلي الماب فعلا مرعبة مش الزومبي بس، لا، في كمان ناس تانية اخطر بكتير زي الخارجين عن القانون او الكوبوي. الكوبوي دول مش زومبي، دول بشر وبيظهروا فجأة في الطريق في اي محطة. ممكن تلاقيهم مستنيينك يضربوا من بعيد او يتحركوا بسرعة. الهجوم بتاعهم مفاجئ جدا، ولو مش مركز ممكن ينهي الجيم في ثواني. وكل 10 كيلومتر القطر بيقف وتنزل تواجه حاجات جديدة في ليفل تطوير وفي قصة الناس لحد دلوقتي بتحاول تكتشفها. شهرة الماب انتشرت بسرعة بسبب فكرة القطر والنجاة. ناس كتير بدأت تنزل عنها فيديوهات على التيك توك ويوتيوب، وفي ناس بتحاول ترسم خريطة كاملة للماب أو بتقلد الماب يعني. بس الغريب المطورين مش بيطلعوا يتكلموا ولا حد عارف كل التفاصيل، وده خلى الناس تتحمس أكتر وتدخل تكتشفها بنفسها. تفسير القصة. في ناس بدأت تلاحظ ان القصة مش مجرد وباء وخلاص، في اشارات بتقول ان في تجربة علمية حصلت وسببت كل ده، وفي ناس بتحلل الصور اللي جوه الماب وبيلاقوا رموز وكتابات غريبة، وكأن اللعبة فيها قصة مخيفة كبيرة. حتى بعض الناس ربطوا الموضوع بشخصيات تاريخية زي تسلا، وقالوا انه في تجارب كهربائية تسببت في كل اللي حصل. ولحد دلوقتي كل واحد عنده تفسير مختلف، وده اللي مخلي الناس ترجع تلعبها اكتر من مرة وتكتشف الموضوع بنفسها. ذات الماب. كمان المطورين مش سايبين الماب ثابتة، في تحديثات بتنزل من وقت للتاني، زي تحديثات القليسات الجديدة والقطورة الجديدة اللي هي لسه نازلة قريب، والمودات الجديدة. وبيبقى في حاجات صغيرة بتتغير من غير ما يتقال عليها، يعني ممكن تلاقي مبنى اتقفل او مخرج جديد اتفتح في محطة، او رسالة ظهرت في مكان ما كانتش موجودة. اللي مركز في التفاصيل ممكن يلاحظ حاجات الناس العادية مش بتشوفها. دلوقتي هنتكلم عن ال80 كيلو. ايه ال80 كيلو دي؟ انت لو في ال80 كيلو او وصلتها انت خلاص فاضلك حاجة بسيطة وتختم الماء، لان انت في اخر محطة اللي هي بعديها هتروح على المكسيك. حضرتك لازم تجهز نفسك قبل ما تروح. طب ليه؟ الخارجين على القانون او الكاوبوي دول مش هيسيبوك في حالك، دول هيبقوا بالمدافع واقفين هيضربوا عليك وبتاع. لازم يبقى معاك مسدس، ويفضل يبقى شوت جن. ومش شرط يبقوا الخارجين على القانون بس، ده ممكن يجيلك تسلا. لو انت فعلته من بعد تسلا قعدت تجمع الاجسام وفعلته هيجيلك في النهاية، فاهمني؟ وبيبقى معاك سلاح كده مخصوص بيه يعني. كده كده هما هيبقى موجودين برضه الخارجين عن القانون، هو هيظهر بس هيخفف العدد. انت لو ما جبتهوش هيبقى العدد اكتر يعني، لكن لو جبته هيخفف العدد، لكن هما هيبقوا موجودين برضه. وعشان تكسب لازم تفعل زرار النهر، ده اللي بيفتح لك النهر، بس بياخد وقت كده يعني بتاع 4 دقايق او 5 دقايق، وكده هيجيلك اللي انت كسبت، هيجيلك لك وصلت الى النهاية 80 كيلو، ومبروك عليك، انت كده ختمت اللعبة. بس انت يعني مش هتختمه بس، انت فعل تحديات عشان تاخد سندات. السندات دي بتعمل ايه؟ هي دي اللي بتشتري لك الشخصيات او الكلاسات والقطارات وكده.
فانا بنصحك بيها، يعني لازم تاخدها، دي مهمة جدا عشان تجيب شخصيات. واحسن شخصية تجيبها هي سيرفايفل، شخصية الناجي، وديت انا برشحها من احسن الشخصيات، هي والواير وولف. هم احسن اتنين، والفامباير بس الاحسن منه الواير وولف. بس الواير وولف مشكلته انه بالليل بس. ولو عايزني اعمل جزء تاني واتكلم عن الاسرار والتفاصيل اللي مش واضحة، اكتبلي في الكومنتات. سلام.